تتوزع ترجع من الدفاع. مهدي النفطي في الاعتراض، مهدي النفطي في الاعتراض يوزع مرة أخرى بالراس. هدف الهدف الأول للمنتخب التونسي. دوس سانتوس سيلفا، دوس سانتوس سيلفا، هدف سريع في الدقيقة الرابعة. الهدف الأول سريع في سيناريو ممتاز للمنتخب التونسي. دوس سانتوس سيلفا ضربة ركنية تنفذ ثنائية كما تعلمون، ثم ترجع في القائمة الثانية والإعادة تؤكد أن دوس سانتوس سيلفا قناص ماهر. هاي العملية من جديد. الطرابلسي أو النفطي هو اللي وزن. النفطي في التغطية ممتاز، التغطية رغم أن النبت كان أعلى منه وأطول منه، فإن صنعت اللاعب دوس سانتوس بين لاعبين محور ود والنيبة تتمكن من إسكان الكرة في الشباك. منير فعلا افتتاح النتيجة لصالح المنتخب الوطني التونسي في الدقيقة الخامسة. الحاجي مازال محافظ على كورته، يوزع وفرصة وهدف التعادل. هدف التعادل لصالح المنتخب المغربي عن طريق المختاري. المختاري يتمكن في هذه الدقيقة 38 من تعديل النتيجة لصالح المنتخب المغربي. كان توغل من الجهة اليمنى الحاجي يوزع، وكان طريق في الحقيقة المختاري هي إعادة العملية. وادي الكرة كانت ضايعة لكن ترجع من جديد. هو الحاجي أمامكم من الجهة اليمنى يوزع، وكان طريق المختاري فماشي العقاب عليه، يتمكن يفوت وسط الميدان يبحث على المساندة، يلقاه مع سانتوس. عملية ثنائية باهية. جوزي كلايتون يساعد الهدف الثاني، الهدف الثاني لصالح المنتخب الوطني التونسي عن طريق الجزيري. ممتاز. الهدف الثاني كانت تسديدة من كلايتون، ما تصدناش كما يجب. الحارس البوهامي تجي امام زياد الجزيري واللي خالد الحارس البوهامي ويضاعف النتيجة لصالح المنتخب الوطني التونسي. تقريبا سيناريو الشوط الاول خليفة تقريبا، باعتبار انه فارق في الدقائق فقط 6 دقائق عوضا عن 5 دقائق. على كل حال ان شاء الله الكرة تنصف المنتخب التونسي لإعادة لعملية الهدف. تصدي غير محكم من خالد الفوهامي، وبطبيعة الحال تنصف الكرة الهجوم التونسي، وخاصة هذا اللاعب اللي سجل في الهدف الثاني لأنه كان على مرمى حجر من تسجيل هدف ثاني وثالث هو وزميله سانتوس في الشوط الأول. كان الأمر سيحسم منذ الشوط الأول. على كل حال إذا بداية طيبة في سيناريو آخر يعاد، وإن شاء الله لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. إذا هدف ثان في